الله يسعد أوقاتكم يا جماعة، رب إن شاء الله يحميكم وينصركم إن شاء الله. الله يمسيكم بالخير متابعين قناتي يوميات وحكايات فلسطينية. الأجواء يا جماعة بدت تدي على برودة أكتر، والجو بدأ يصير بارد، وإن شاء الله يا جماعة تدعوا لنا الله ينصرنا إن شاء الله، ربنا يهونها علينا وعليكم بإذن الله يا جماعة. الأوضاع مع بداية دخول فصل الشتاء سيئة جدا جدا جدا، لكن إن شاء الله بدعواتكم رح إن شاء الله يمشي الأمور وتمشي إن شاء الله. طبعا يا جماعة من أساسيات فصل الشتاء عندنا بغزة، والأكلات الأساسية جدا 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 في فصل الشتاء هي فتة العدس. شايفين يا جماعة العدس اشي أساسي من مونة الشعب الغزاوي، من الشعب الفلسطيني. كنا نمون عدس ونمون في فصل الشتاء مع دخول طبعا فصل الخريف بيبدأ قطف الزيتون، والموسم في قطف الزيتون بيكون في زيت زيتون وبيكون في زيت، فبتكون ستات البيوت مش قادرين انهم يطبخوا طبخات صعبة، فبتكون الست بس بدها تحط طبخة على النار وتروح تكمل تساعد زوجها في طلقية الزيتون وتخليل الزيتون ودق الزيتون وعملية درس الزيتون ليتحول لزيت زيتون. فهذا الوقت يا جماعة كانت الست الغزاوية بس بدها أكل سريعة، إنها ياكلوا منها لما يخلصوا شغلهم وما تاخد معها وقت على النار. رح إن شاء الله نعلمكم كيف بنعمل العدس على الطريقة الغزاوية، انتظروني وتابعوني. طبعا يا جماعة العدس رح يكون العدس اللي حبته صفر، العدس الأحمر أو العدس المجروش اللي بنحكي عنه عدس مجروش. رح ناخد الكمية اللي بدي إياها، اغسلها مرة واثنين وثلاثة، بعد ما اتأكد انه مية غسل العدس صارت مية صافية بضيفها في الطنجرة وبضيف عليها مية حلوة. يا جماعة ضروري جدا تحطي مية حلوة مفلترة، لانه المية المالحة بتحاول انه العدس ما يستوي معك وما يدوب. تمام، بنحط كمية العدس اللي انت بتناسب اسرتك، بعد هيك بنضيف كمية المية الحلوة وبنظبط النار وبنخليها تغلي، واول غلوة بعد هيك بوريكم شو رح نعمل. تابعوني. شايفين هاي يا جماعة الرغوة اللي بتطلع على وجه العدس، رح نشيلها بالمعلقة ان شاء الله، وبعد هيك رح اوريكم شو الاضافات اللي بنضيفها للعدس. انتظروني. رح نبدأ يا جماعة بإزالة كل هذه الرغوة، بكومها هيك على جنب وبشيلها شوي شوي، كل ما تكونت بشيلها. تمام، شايفين شلت هيني جزء، وكل ما يتكون شوي رح اشيلها. تمام، خليها تغلي وبعدين بشيلها. هون رح نعمل الدقة للعدس. طبعا العدس يا جماعة كنا نضيف له عبارة عن مرتة من البصل والملح والفلفل الأسود، بس يا جماعة بسبب غلاء الأسعار البصل بطل موجود، فأنا رح أستعوض عنه بإن أعمل دقة من الثوم والفلفل الأخضر وبذور الشبت، هاي زي ما انتم شايفين، وشوية ملح. رح أدقهم وبعد ما يغلي العدس رح أضيفهم عليه. يا جماعة انتوا صرتوا حافظين بديل كل شيء مش موجود عندنا الماجي، فيشي لحمة وفيشي دجاج بنحط. طبعا العدس فيشي له لحمة، بس الماجي بدي نكهة وبدي طعم. رح نضيف 2 مكعب مرق دجاج عليهم. حطينا اول واحد، حنحط الثاني ونحرك. رح نضيف الدقة اللي عملناها على الخليط يا جماعة. رح نضيفها ونحرك ونسيب العدس يستوي على نار هادية. طبعا يا جماعة لأنه العدس من البقوليات والأشياء اللي بتنفخ لازم نضيف لها في الآخر كمون، بنضيف رشة كمون
بتدي نكهة بآخر الطبخة، وبتمنع إنه الإنسان ينصاب بانتفاخ بعد ما ياكل العدس. ما بتتعب معدتك. إن شاء الله بالعافية عليكم. وهيك يا جماعة صار العدس دايب، شايفين كيف داب وصار جاهز. انك يا اما تشربيه شرب زي هيك شوربة، او تعمليه فتة عدس. وبالعافية عليكم. وهيك يا جماعة بتكون الشكل النهائي لأكلتنا. طبعا هاي يا جماعة الصورة قديمة مش جديدة، وأنا ما صورت نهاية للفيديو. عبارة عن خبز بايت، بنقطعه قطع صغيرة وبنحط عليه شوربة العدس، بصير هيك زي الموجود عندكم في الصورة. كنا نقدم معاه شوربة وشوية مخلل، ونعمل صوص طحينة حراق. كتير طعم زاكي وكتير لذيذ. أحلى أكلة من أكلات الشتاء، بتمنى منكم تجربوها وإن شاء الله بتنال إعجابكم. شكرا لكل حدا بتابع قناتي يوميات وحكايات فلسطينية. كل الحب لعيونكم، وكل الحب لكل حدا بدعم أهل غزة. شكرا لكم، شكرا لكل المتابعين.